في شغلك اكيد بيبقى عندك اكتر من جدول وبتحتاج تجيب بيانات من جدول لجدول تاني. بدل ما تدور وتنسى خدوي استخدم في لوك اب. التركه دي هيخلي لك اكسل يدورلك على المعلومه في ثانيه. فمثلا عندنا رقم الموظف وعايزين نجيب من خلال الرقم اسم الموظف من الجدول الأساسي اللي فيه بيانات الموظفين كلها. فالطريقة التقليدية اللي أنا أشوف كود الموظف كام، مثلا 1002. طيب فين كود الموظف 1002؟ اسمه إيه؟ سارة عبد الله. فاخدها كوبي وأحطها هنا أو أنسخها وأحطها هنا، ودي طريقة اليدوية، ودي طبعا غير عملية بالمرة. طب الحل في فانكشن اسمها في لوك اب. تمام. كل اللي أعمله اللي أنا هاجي أكتب المعادلة هنا. تمام. أول حاجة أكتب إيكوال عشان أقول إن دي معادلة، وأكتب في لوك اب فاليو، وادوس تاب بحيث ان هو يكمل لي ايه الجمله. وابدا الاول اختار الحاجه اللي انا ببحث بيها. فانا ببحث من خلال ايه؟ من خلال كود الموظف، صح كده؟ فانا هدوس على السيل او الخليه اللي فيها كود الموظف اللي قدامه. تمام. بعد ما ادوس عليها هعمل كوما او سيمي كولوم على حسب ايه الفيرجن بتاع الاكسل اللي عندكم. خلاص كده. بعد ما ادوس كوما ابدا اختار الجدول اللي انا هجيب منه بيانات الموظف ده. طب فين الجدول؟ الجدول الاساسي اهو. تمام. سواء في شيت تاني او في نفس الشيت، فانا بروح عند الشيت واختار ايه الجدول اللي فيه بيانات الموظفين. فهبدا اختاره بالشكل ده كده. تمام. بعد ما اختاره ادوس تاني سيمي كولوم او كوما. تمام. واختار هنا بيقول لك ايه الكولوم اندكس نمبر، اللي هو ايه؟ اللي هو رقم الكولوم اللي انا عايزه. فانا عندي مثلا هما كام كولوم او كام عمود؟ اربعه، اللي هو كود الموظف والاسم والقسم والمرتب. طب انا عايز انهي كولوم رقم كام؟ رقم اتنين اللي هو الاسم، صح؟ فانا لو كتبت اتنين تمام بعد كده ادوس انتر، فهيجيب لي اسم ايه؟ سارة عبد الله. طيب لو انا مكان الاتنين دي كنت كتبت تلاتة، تمام، فهيجيب لي القسم بتاعها. تمام كده. فلما ادوس اوكي او ادوس انتر يجيب لي الموارد البشريه. خلاص وهكذا. ولكن في ملحوظه، انا لو احتجت اكرر نفس الفانكشن على الباقي، تمام، عشان اقدر اطبق نفس الكلام وتبقى شغاله معايا اوتوماتيك، فهلاقي في مشكله. طب ايه المشكله؟ ان انا المفروض في المعادله ان انا محدد الجدول بتاعي اللي هو من A1 ل D5. خلاص. ولكن عشان انا كل مره بكرر نفسها، فهتلاقي في كل سيل، تمام، في كل سيل بيزيد واحدة. تمام. ده غلط. المفروض الجدول بتاعي ده ثابت في المعادلة بتاعتي. طب ازاي اثبته في المعادلة؟ هاجي عند اللي هي الكلمة اللي انا عامل فيها المعادلة. خلاص. واجي عند الجدول بتاعي اللي هو من A1 ل D5. تمام. احط علامة ايه؟ علامة الدولار ساين. دي بتثبت يعني بتثبت الجزء ده في المعادلة دي. خلاص. فبالتالي لما اجي انا بقى اجي عند الحرف كده، اول ما يظهر علامة البلس او الزائد وادوس مرتين، فهيتطبق على التلاتة، هتشتغل معايا عادي. ليه؟ لان في كل مره الجدول معايا ثابت. اما لو ما حطيتش علامه الدولار ساين فهيتغير. طب لما يتغير الجدول كل مره هيزيد واحد، يبقى مثلا بدل ما كان الجدول كده، لا بقى الجدول مثلا بقى كده. تمام. بدل ما وهكذا كل مره ايه بيزيد واحد فايه. فده طبعا غلط. خلاص. وتابعنا واستنى التركايه الجايه من سلسله تركات اكسل.